اهلا بيكم. تعالوا نشوف الهبل والعبط ده وارجع اعرض لحضراتكم كافة تفاصيل الواقعة. الاول ما تسمعوها هتقولوا وليه القيامة ما قامتش لحد دلوقتي. نشوف الفيديو ده وارجع لحضراتكم مرة اخرى. انا كمان كنت صغيرة قوي لما اتعلمت عن الزواج الجمعي الجروب ماريج، وده معناه انه 5 رجالة بيتجوزوا 5 ستات، وكل حد فيهم ليه حقوق زوجية مع باقي الأعضاء. يعني ال5 رجالة كل واحد منهم زوجاته هم ال5 ستات، وال5 ستات كل ست منهم هي أزواجها 5. فكرتوا شوية في النظام ده هتلاقوه نظام ناجح جدا، بيزود إيجابيات الجواز وبيحل كل مشاكل الجواز. لو خلفوا مثلا 10 أطفال محدش فيهم هيبقى عارف الأطفال دي بتوع مين، فكل طفل بدل ما يكون عنده أب وأم هيكون عنده 5، والبيت بدل ما يصرف عليه راجل واحد هيكون بيصرف عليه 5. ولو انت عايز تعجز بأمان وابنك يشيلك في المستقبل فانت مش عندك ابن واحد، انت عندك 10، لأن محدش عارف دول أطفال مين، فممكن يكونوا أطفالك انت. مفيش أي حد هيزهق من جوزه أو مراته، لأن لو اتخانقت مع واحد عندك 4 تانيين. لو انتي متعصبة ومستفزة جدا وبالمنطق بتاعك ازاي وده غلط وده حرام، في ناس تانيين برضو بالمنطق بتاعهم شايفين انك حرام تبقي child free، وربنا خلق لك رحم ليه أصلا. المنطق بتاعك احكمي بيه على نفسك. متلفت لا يصل. بحاول أعود نفسي إني مهما شفت حاجات خارقة فاسقة مريعة أنا كأني مش شايفة أي حاجة، لا وكمان مش حاسة. يعني ما ينفعش حد يقدر يget to me، يدخلي يستفزني يخترقني. لو كذا حد بيقدر يget to you ويشفت التركيز بتاعك من عليكي انتي عليه هو، يبقى انتي كده بتتلفتي. يبقى حرفيا حاجات تافهة زي كده هي السبب اللي بتخليكي مش بتوصلي. محتاجة في أسرع وقت تتلفتي back on track. وزي ما حضراتكم ما شفتوا كده وسمعتوا كلام البنت المحترمة دي، من المفترض على فكرة دي بلوجر، يعني ليها متابعينها، يعني بتطلع تخاطب الرأي العام. تمام، طالعه بتقول تعدد الزوجات، طالعه المحترمه بتقول ليه الواحده ما تتجوزش 5 وليه الواحد ما يتجوزش 5. انتوا فاهميني؟ ومن ضمن الدوافع بتاعتها بتقول لك اصل حتى لو مثلا الواحده متجوزه 5 لو واحد زعلها يبقى فيها 4 غيره، والعكس لو الواحد متجوز 5 ستات واحده زعلته بقى فيها 4 غيرها، والحياه تمشي. تعدد الزوجات طالعه بتبث السم ده للرأي العام، يعني طالعه بتدس السم في العسل زي احنا ما بنقول. طب ليه؟ قالت لك عشان خاطر المشاكل الزوجيه اللي بتحصل والخلافات ما بين الازواج، وده موضوع جميل ودي اطروحه هتغير مسار الحياه الزوجيه بشكل عام. لو واحده من المفترض طالعه لابسه حجاب، طالعه بتتكلم لابسه طب انت لابسه حجاب ليه؟ وده السؤال. اجلعي بقى واطلع بشعرك، اطلعي ملط للراي العام. ما انت طالعه متحجبه ليه اصلا؟ لما انت بتقولي تعدد الزوجات، كل راجل يتجوز بقى 5 زوجات والست تتجوز 5 رجاله وخلاص ده انتوا طالعين تلعبوا في مش معتقدات، ده ثوابت عندنا خط احمر. انتوا بتتكلموا في انتوا عايزين توصلوا للناس ايه؟ بعد اذنكم يا جماعه مشاركه الحلقه دي في كل مكان. انا ما اعرفش دي طالعه منين، وطالعه بتتكلم بالانجليزي وطالعه تتكلم بالعربي وبنت مثقفه. فين الثقافه دي اللي انت بتقوليه ده؟ لو واحد جاهل امي ما يقدرش يقوله. يمكن نقول ربنا انعم عليه بنعمه الفهم شوي بنسبه 1%، ما طلعش يقول الهبل والعبط اللي انت بتقوليه ده. دي من المفترض بنت طالعه بتخاطب الراي العام. كتر الف خيرها والله، كتر الف خيرها، الله ينور عليها وعلى اللي ربوها وعلى البيت اللي طالعه منه. طالعه بتقول للناس السيستم والسياسه اللي انتوا ماشيين بيها دي غلط، الواحد يتجوز 5 والست تتجوز 5 رجاله، والموضوع يبقى ماشي بقى الامور طبيعيه ومية مية عن اللي انتوا بتعملوه ده. شفتوا احنا وصلنا لحد فين؟ شفتوا قله الادب والبجاحه والسفاله وصلت لحد فين؟ خلاص ده ما بقاش فكر احنا بنقتني لنفسنا، ما بقاش امر يخصنا انا لوحدي، لا ده انا بطلع ابثه على الراي العام وعايز الناس تقتنع بيه كمان، بل بدفع في الكلام بمبررات عايز الناس تقتنع بوجهة النظر الفاشلة بأي شكل من الأشكال. يعني بلعب على الوتر الحساس عند الناس بجد، وفي ناس بتصدق وفي ناس بتمشي ورا الجهل والغباء ده. مشاركة بقى الحلقة دي يا جماعة بعد إذنكم في كل مكان، علشان البنت دي تتعاقب وتتحاسب وتنال العقاب الرادع وتكون عبرة لغيرها. أشكركم وأخيرا إلى اللقاء.